السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. أنا اسمي أسماء علي، لو بتشوفوني لأول مرة يشرفني جدا إنكم تتابعوني. اول حاجه انا جالي النهارده اوردر من الفسيخ. طبعا جالي اخت جوزي كانت شافت الفيديو بتاع الفسيخ اللي انا عملته المره اللي فاتت، وقد ايه كان جميل وقد ايه الفسيخ بجد كان حلو. مش شكل بس، هو فعلا كان شكل وطعم. فطلبت مني ان انا اعمل لها يعني كميه كويسه من الفسيخ، فانا ما اتاخرتش عنها وقلت هعمله، بس قلت لازم اشارككم معايا. انا عملت كميه المره دي، المره اللي فاتت كنت عامله 2 بس، وانا قلت لكم ان المره اللي فاتت دي كانت اول مره انا كنت بعمل فيها فسيخ. بس بصراحه التجربه عجبتني جدا ما شاء الله. فانطلب مني بقى ان انا اعمل فسيخ، فكنت بعمله والله بكل حب. انا كنت غسلته كويس جدا وبعدين بيته ليله كامله على دماغه كده زي ما انتم شايفين. وكنت حاطه بقى دي مناديل مطبخ يا جماعه. لو مش بلاش المناديل الورق عشان بتبوش ومتبقاش حلوه في السمك يعني. فممكن نحط مناديل مطبخ، او ممكن قماشه عندك نظيفه قطن تقطعيها حتت صغيره وتحطيها في دماغته كده زي ما انا كنت حطاها. شايفين بتمتص الدم كله من قلب السمكه. طبعا انت بتبيتيها على دماغها كده زي ما انتم شايفين ليله كامله بعد ما بتغسليه كويس جدا. انا غسلته قبل ما انام كويس جدا ووقفته على دماغه كده زي ما انتم شايفين، وكنت حاطه في دماغته كلها كده مناديل مطبخ. طبعا بتكوني غسلاه كويس جدا. وطبعا بتحاولي بقى، ده بقى تاني يوم بقى انا بقيت اشيل الورق كده زي ما انتم شايفين، وبقيت اتك على كل سمكة قبل ما املحها يعني او كده. وطبعا زي ما انتم عارفين المرة اللي فاتت انا كنت عملت معاكم ملح وشطة. ده ملح وشطة بس يا جماعة، ما حطيتش كركم ولا اي حاجة. ومش بنحط على جسمه اي حاجه، هو بس في الدماغ بس كده مش اكتر. والفكره اننا نتك على السمكه قوي كده، ان احنا لما بعد ما بتستوي يعني بتلاقي الشوكه اللي جوه دي بتبقى معزوله جدا عن اللحم، وبتلاقي اللحم بيطلع معاكي بكل سهوله جدا. شايفين بضغط عليها كده زي ما انتم شايفين. حلو قوي. طبعا كل ده انا بعمله والولاد نايمين. انا نيمت الولاد بالليل وقمت غسلته وجهزته، وتاني يوم برضو الصبح عملته بدري جدا قبل ما الولاد يصحوا، لان هم لما بيكونوا صاحيين او كده مستحيل هعرف امسك حاجه فيها سمك او زفر او كده، لان ده مثلا ممكن يقول لي ناوليني يا ماما حاجه او اعملي لي حاجه. فانا بحاول ان انا اخلص حاجه زي كده وهم نايمين. وطبعا انا ما اقدرش اتاخر عن حد، اي حد يطلب مني اي حاجه والله تحت امر، طالما انا في استطاعتي او في قدرتي ان انا اعمل الحاجه دي. خصوصا يعني حد مني مش حد غريب كمان يعني. الف هنا على قلوبهم يا رب. يا رب ان شاء الله ربنا يحسن ختامه ويطلع حلو كده زي اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت. ان شاء الله هيطلع كويس، انا متفائله خير، هو معمول بكل حب يعني. حاولي وانت بتختاري السمكه اللي انت هتعمليها فسيخ تكون سمكه كبيره، بلاش يكون مثلا بوري صغير او كده، تكون سمكه كبيره شويه عشان يكون فيها لحم يعني. انا هنا لقيت الملح خلص مني، كملت الملح وحطيت كمان شويه شطه برضو، بحيث ان انا اظبط الخليط بتاعي. سهل جدا وما بياخدش اي حاجه يعني. شوفي انت بالظبط بتجيبي يعني مثلا كيلو البوري مثلا ب 80 جنيه مثلا يعني، انت بتجيبي كيلو الفسيخ ب 160 جنيه، الضعف على طول. فهو فعلا فعلا حرفيا مش متعب ومش مرهق ولا اي حاجه ان انت تجيبيه وتعمليه في البيت، ويكون انضف تكون ريحته اجمل. يعني كتير ما بتبقاش ريحته وحشه ابدا ولا اي حاجه، وانت بتاكليه بجد بيبقى حلو جدا وطعمه حلو جدا. انا اسمع ان الفسخانيه بره يعني بيحطوه في الشمس ويسيبوا البوري على ما يتنفخ خالص كده. لا لا لا، الطريقه دي بجد حلوه جدا. انا كنت متعلماها من حماتي بصراحه، الطريقه دي عجبتني جدا.
وبحط بقى الفسيخ بتاعي بقى، هبدأ ارصه في كيسة. اهم حاجة ان الكيسة بتاعتي ما تكونش مخرومة، اهم حاجة. دي كيسة جديدة لسه واتأكدت ان هي مش مخرومة او حاجة. وبقيت ارص السمك كده، يعني ايه، 3 كده، التلاتة اللي تحت دماغهم كده، والتلاتة التانيين العكس، وهكذا. زي ما قلت لكم ان انا ما حطيتش على جسمه ملح، هو بس على في الدماغ كده زي ما انتم شايفين. وهحط بقى معلقتين من الزيت برضو، بحيث ان هما يطروا معانا الفسيخة شوية يعني. هو ما شاء الله لما بيتعمل بالطريقة دي عامة هو ما بيبقاش ناشف خالص، يعني ما بيبقاش متجمد كده ولا حاجة. حطيت زي ما قلت لكم معلقتين كده كبار من الزيت، وبدأت بقى ان انا اقفل الكيس بتاعي. انا كنت بس حاطه الطبق عشان يمسك معايا، يعني يظبط معايا شكل السمك وانا برصه. وقفلت بقى الكيس كويس جدا. وهكذا بقى عندك اكياس بقى، كل الاكياس اللي في المطبخ عندك طبعا، كلنا بنتسوق او بنجيب فاكهه او اي حاجه، اكياس اكياس وبنشيلها عندنا. كيس ثم كيس ثم كيس، بحيث ان انت تقفلي عليه كويس جدا. عندك استرتش تقفلي عليه برضو مفيش مشكله. اهم حاجه ما يكونش متهوي ولا اي حاجه، لانه طبعا هو بينزل سائل منه كده، يعني اللي بينزل منه. احنا عايزين نحتفظ بيه للسمك، لان هو ده اللي بيحدق معانا السمكه، لان احنا اصلا ما حطيناش على الجسم، هو اللي بيحافظ كمان على على طراوه السمكه معاكي وكده. شايفين انا بقفله كويس جدا ازاي. وكل يومين 3 تقلبيه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا في الشتاء هيقعد معانا 16 يوم، انا عملت المره اللي فاتت على 16 يوم، يعني هنقول اسبوعين. كل يومين 3، يعني مثلا انا عاملاه على الجنب ده النهارده، بكره هقلبه على الجنب ده، وهكذا، بحيث ان السائل اللي جوه اللي بينزل من السمك مع بعضه كده آه، يتجانس مع السمك كله يعني. خلاص انا خلصت ورقه الاسترتش، مفيش حاجه تانية عشان اعمل بيها. بس برضو ما استسلمتش وجبت اكياس تاني. طبعا الحاجه لما بتبقى حاجتك بتهتمي بيها، فتخيلي ان دي حاجه حد سايبها امانه معاكي، لا بتهتم بيها اكتر واكتر واكتر يعني. وهكذا فضلت اجيب اكياس برضو كده واكيس. يلا هتوحشوني جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.